السلام عليكم. اليوم تنقترح عليكم واحد الوجبه اللي معتمداها كنديرها مره اللي هي الكبسه السعوديه. صراحه كتجي بنينه بزاف. درتها قلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم حتى نتوما تستافدوا، لانها فعلا كتجي جد رائعه، كتجي بنينه والروز كيجي الحبه على اختها والحيمه كتجي دايبه كيف ما كتشوفوا. ولكن قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ديالي جيم وبارطاج. هنا عندي توابل. عندي واحد المعلقه كبيره ديال التحميره، ومعلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال الكركم، ومعلقه كبيره ديال القزبر حبوب، وربع معلقه ديال الفلفل الاسود او البزار، وملح حسب الذوق. كذلك عندي هذا النوع الثاني ديال التوابل، عندي واحد العود ديال القرفه، وعندي الهيل، عندي القرنفل، وعندي ورقه سيدنا موسى، وعندي هذا تيقولوا ليه اللومي اللي هو الحامض مجفف. كيتباع عندنا في المغرب، موجود عند العطاره. حنايا كنرقدوه، هما كينشفوه. عندي واحد المعلقه كبيره عامره ديال طماطم مركزه، معلقه صغيره ديال الثوم. هنا عندي حبه ديال الطماطم مقطعه مربعات، وفلفل حار، واحد البصله كبيره مشلضه. هنا عندي زيت نباتيه. ايضا هنا عندي قياس واحد الكيلو الا ربع ديال اللحمه الغنمي، هي كتجي اما مع اللحمه الغنمي اما مع الدجاج. عندي من الجهه ديال الفخذ. كذلك عندي 400 غرام ديال الروز بسمتي الحبه الطويله. بعد ما غسلته عده مرات حتى ما بقاش كيخرج ليا هذاك اللون الابيض اللي هو النشا. تقطع منه ولا الماء ديالو بيض صافي، عاد حبست ليه الغسيل ديالو، لان هذا هو السر باش ما يتعجنش لينا. خاصنا نحيدوا منه هذوك النشويات كاملهم اللي تيكونوا فيه على برا. ندوزو لطريقه التحضير. كنضيف واحد الكميه ديال الزيت، جهد واحد ربع كاس حتى لنصف كاس من الزيت، وتنضيف له البصله وكنقلي هاد البصله مزيان. السر هو اننا خاصنا نقليو البصله، قد ما قلينا البصله قد ما كتجينا بنينه. البصله كتعسل وكتطلق هذاك المذاق ديالها، كتجي جد رائعه. واخا للاسف هنايا انا ماشي عسلتها، راني حرقتها لان كنت جهدت عليها البوطه وتلهيت في حاجه اخرى، راني جيت لقيتها واحد شويه بدات تتحرق كيف ما شفتوا، ولكن ماشي مشكل. كنضيف ليها هذيك التوابل الجافه او اللي كتكون حبوب هكا كاملهم كنضيفهم وتنقليهم. نحاول نقليهم هكا مزيان واحد شويه، وكنضيف لهم هذوك الطريفات ديال اللحم. السر ديال هاد الوصفه هو اننا كنقليو التوابل. قد ما قلينا التوابل قد ما كتجينا الكبسه فيها واحد البنه ديال الكبسه. السر ديالها كيف ما قلت لكم هو اننا خاصنا ضروري نقليو التوابل، سواء هاد التوابل اللي تيكونوا ما مدقوقينش او توابل مدقوقين. كنضيف ليها توابل مدقوقه وكنعاود كنقليهم مع التحريك المستمر، ولكن ما كنحرقهمش، غير كيتقلاو حتى كتطلع لنا واحد الريحه ديال التوابل قويه. هنايا من بعد ما تقلاو معايا التوابل مزيان كنضيف لهم هذيك الطماطم، وكنضيف لهم الثوم ومركز الطماطم، وكنحاول نقليهم واحد شويه كتدبل معايا، ودائما على نار مهيله. كتدبل معايا هذيك الطماطم. ممكن ايضا الطماطم نبشروها او نحكوها الا بغيناها تكون صلصه. صافي على هذا الشكل، غير كيبان ليا هذاك الشيء تجانس مع بعضياته وتحمر وتقلى مزيان. كنبدا كنبلل، نحاولوا نبللوا بالماء سخون باش ما يوقفش لنا الطبخ ديال اللحم. هنا كنبلل مزيان لان راه كاينه كميه كبيره ديال التوابل وبزاف الانواع ديال التوابل. نحاول نبلل ونخلي الجهد فين يطيب ليا اللحم والجهد اللي فين غيطيب ليا الرز من بعد. واحد الريحه عاطيه هاد التوابل، واحد الريحه زوينه بزاف مع القرفه والهيل والقرنفل، عاطيه واحد الريحه جد رائعه في الدار.
صافي هنا من بعد ما طاب معايا اللحم كيف ما كتشوفوا المنسوب ديال الماء راه بدا كيقل. الا حسيتوا بالماء قليل على الروز ممكن في هذه المرحله نضيفوا الماء يكون طايب، يكون غليان، نضيفوه باش نطيبوا فيه الروز، لان الروز كيخاصيه يكون مغطي بالماء، مغطي عليه الماء بواحد 3 حتى ل 4 ديال الاصابع. انا حيدت اللحم لان اللحم طاب ليا بزاف وبحال غيبدا كيتفرتت. نحيدوه اللحم وممكن ندخلوه للفران يتحمر. ما بغيتوش تدخلوه للفران ممكن تخليوه جانبا حتى من بعد وعاودوا وضعوه فوق من الروز غير يعاود يسخن. هنا كنضيف الروز ديالي ضروري من المرحله ديال الغسيل اللي قلت لكم في الاول. صافي كيف ما كتشوفوا الروز كيخاص يكون مغطيه عليه الماء. كنضيف الفليفله وكنخليه كيطبخ على نار هادئه جدا. هنا من بعد ما طاب معايا الروز كيخاص يجي هكا، ما يجينيش معجن، هو ما تيجيش معجن، خاص يجي الحبه على اختها. صافي وكندوز للتقديم. هاد الوصفه كتجي بنينه بزاف، سهله وخفيفه دغيا كتحضر، ولكن راها كتجي جد رائعه. دابا صراحه انا تندير ليها المونتاج وكليناها من قبل وكندير ليها المونتاج وتشهيتها عاوتاني، يعني بنينه بزاف. خاصكم تجربوها باش تعرفوني علاش كنهضر. صافي تنقدمها على هاد الطريقه، كنضيف معاها هذوك المزيودات ديال الفلفله، كنحط معاها هذيك القريفه صافي وتنقدمها. وصفه جد رائعه غنيه ومشبعه. كنتمنى انها تعجبكم وكنتمنى انكم تجربوها. الحلقه ديالنا ديال اليوم سالات، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم قناتي ومحتواها ما تنسوش تشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس وواحد جيم وبارطاج. بسلامه.